السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل كده مع بعض لحمة الستيك طعمها فظيع ده يدوب، وكمان هنعمل شوية خضار كده ياخدوا نكهة اللحمة بتاعتنا معانا وهتكون مستوية. اللهم بارك. تقدري تعملي معاها رز او عيش. كمان هنعمل نص لفة من القلاش، حاجة حلوة كده بدل ما نشتري حاجة تكون غالية. وهنعمل رز معمر. يلا بينا نشوف الطريقة. أول حاجة قطعة اللحمة بتاعتنا بتكون السمك بتاعها كده سنتي سنتي ونص. وانت عند الجزار قولوا له عايزة قطعة لحمة ستيك كده للشوي تكون حلو. أما نيجي على الخضار، معايا جزر وطماطم بصل بطاطس توم فلفل ألوان، ومعايا كمان بسلة، معايا بقى بالتوابل فلفل كمون وبابريكا وملح. أول حاجة بنعمل كده للحمة بتاعتنا مساج بالفلفل الأسود والملح. وهنا بقى قطعة اللحمة بتاعتنا كانت زي ما انتم شايفين كده سمكها سنتي سنتي ونص، فبنحط الفلفل الأسود والملح كمان علشان تكون من الجهتين الاتنين محطوط لها ملح وفلفل أسود. طب لو انت عايزة تعمليها لتاني يوم تقدري تحطيها في طبق وتحطيها في كيس استرتش وتحطيه في التلاجة. اما لو انت هتستخدميها في نفس اليوم يعني سيبها اقل حاجة 10 دقايق علشان الملح والفلفل الاسود قطعة اللحمة كده تشرب منهم. هنا الفلفل الاسود والملح بيطعموا معانا قطعة اللحمة. خلاص بقى خلصنا كل الكمية. ولو الملح بتاعك دي زيادة ما تقلقيش، لان كده كده واللحمة بتاخد الصدمة بتنزل الملح الزيادة في الطاسة بتاعتنا او الجريل اللي انت هتسوي فيه اللحمة. لحد كده تمام. نسيب بقى اللحمة بتاعتنا كده تتبل بالفلفل الأسود والملح، ونقطع الخضار بتاعنا. التقطيع بتاعنا بيكون عبارة عن مكعبات. معايا كام جزرية كده؟ معايا 3 جزرات وقطعتهم التقطيع اللي انت شفتوها. أما البطاطسية هنقسمها إلى 6 مكعبات، النص ل6، يعني الواحدة كده هتتقسم ل12 مكعب. زي ما انتوا شايفين كده بتكون المكعبات بتاعتنا متماسكة، لأن هنسوي معاها كمان بسلة، والخضار هيستوي بدون مية. خليكم مكملين معايا واحنا هنشوف كده مع بعض على حسب بقى سمك البطاطساية معاكي. المهم ان تكون مكعب بتاعها كده كبير ومتماسك. اما الطماطم، معايا طماطم شري قسمت الواحدة ل2. لو انت بقى عندك طماطم كبيرة ممكن تقطعيها 8 قطع. معايا هنا بقى بصلتين 2 ونقطعهم كده تقطيع جوليان. ومعايا كمان هستخدم 4 فصوص من التوم، والتوم هستخدمه كده مع التشويح مع اللحمة. معايا هنا نص قرن من الفلفل الألوان قطعته كده شرايح معانا. توم بقى هنقطعه كده، يعني نقسم الواحدة كده 3، مش عايزينه يكون ناعم، احنا عايزينه يكون متماسك معانا. معانا بقى البصل كده أول حاجة حطيت عليه ملح وفلفل أسود، ونمسكه كده ندعكه في بعضه لحد لما نخليه كده كل جزء كده منفصل عن بعضه. نيجي بقى معانا على التسوية بتاعتنا. خلينا الأول في الخضار كله. ضفت بقى كل الخضار بتاعنا مع بعض اللي هو الجزر بطاطس فلفل ألوان بسلة والطماطم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعلقتين من الصلصة، ونزلت معاها من التوابل فلفل أسود كمون كزبرة وذرة بسيطة من البابريكا. ونزلت هنا ب4 معالق من الزيت. لحد كده خضارنا كله هيكون نايف نايف. نيجي بقى معانا على قطعة اللحمة بتاعتنا بنديلها الصدمة، وأول ما تاخد الصدمة مني كده بننزل معايا بمكعب زبدة علشان يغير اللون بتاعنا كده وتكون حلو. أول ما تحطيها كده هتلاقيها إن لزقت منك في الجريل بتاعك. ما تقلقيش خالص، أول ما تستوي هتلاقي إن هي بتتقلب معاكي بكل سهولة. هنا بقى قررت اعمل رز معمر. تقدري تعملي رز اصفر او تقدري تاكليها بعيش برده، على حسب ذوقك تقدري تعملي. المهم ان انا كده كده هستخدم الفرن، فقلت ان انا اعمل معايا برام رز معمر. خلاص بقى اللحمه كلها شوحتها كده واوديتها الصدمه. اللهم بارك. ونزلت كمان شويه من الصوص كده حلو، واخدت اللون اللي انا عايزاه اللي هو اللون البني، لا هو اسمر ولا هو اللون الاحمر. احنا وصلنا للون البني ليكون اللون بتاعنا مظبوط، وكمان تكون طريه في نفس الوقت. نزلت في الاول قطع التوم كده مع اللحمه علشان تاخد معانا النكهه بتاعه التوم. ولو عندك زعتر او جنزبيل تحطهم الاتنين، كمان بيخلوا نكهه اللحمه بتكون مذاقها عالي. انا بقى هنا عندي البصل هنديله كده تتبيله او تشويحه بحيث ان هو يلم لي كل الصوص اللي كان موجود معانا في اللحم. وهنا بقى هناخد كل نقطه موجوده معانا من الزيوت اللي نزلت معانا من اللحمه بالبهارات كده، وننزلها بالبصل كده في قلب الخضار بتاعنا. اللهم بارك. لحد كده ما نزلتش ولا نقطة مية في الخضار. معايا البطاطس والبسلة وكل حاجتنا كده هنسويها يعني منه فيه من غير أي حاجة.
ورقة الزبدة كده بنحطها عشان تكون حافظنا من السلوفان، والسلوفان بيكون في أرضية الصينية، وبنرصهم كده ونكتم عليها كويس جدا أو نقفلها كويس جدا، ونحطها يعني نحطها على أول رف في الفرن من تحت، أو ممكن تسويها على البوتاجاز على نار هادية لمدة نصف ساعة، وبعد كده تاخد الوش في الفرن لو مش هتشغلي الفرن بتاعك. أنا هنا الفرن بتاعي كان كهربائي، حطيتها كده على أول رف من تحت، سبتها نصف ساعة استوت، وبعد كده عرفتها تاخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه. هنا بقى الرز بتاعنا خلاص، كيلو رز للبرام بتاعنا غسلته، بنحط ملح وبنحط ذرة سكر علشان يخلي الرز بتاعنا كده حلو ومذاقه يكون مظبوط. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عشان اختصر بقى من الوقت بتاع الفرن، وعشان الفرن كمان كهربائي فبيأثر معانا في قوة النار وكده، فبنغلي اللبن بتاعنا ويخليه يستوي على طول. اللهم بارك. خلاص كده الرز بتاعنا كان استوي، حطيت له معانا الزيت بتاعنا على حسب المتوفر عندك، تقدر تحط الزيت على سمنة. وهنا اللحمة بتاعتنا كانت بعد نصف ساعة هنعريها كده ونشوفها ان الخضار بتاعنا استوي ولا لا، لان اللحمة كده كده هتكون استوت، لان اللحمة تعتبر مستوية تلتين سوا مع التشويح او مع الصدمة على الجريل، وهي كده كده السمك بتاعها مش كبير، يعني السمك بتاعها سنتي، يعني مش حاجة عالية ان هي تغيب في السوا. نيجي على الخضار بتاعنا، اللهم بارك ما شاء الله، كمان النكهة اللي طالعة اللهم بارك على الستيك مع الخضار كله كده حاجة واو. هنقلب بقى معانا اللحمة بتاعتنا اللي فوق تحت واللي تحت فوق كده، اللحمة أخدت النكهة من الخضار على الجهتين الاتنين، اللهم بارك. هنا بقى قلت أعمل إيه، أعمل حاجة حلوة كده، بما إن طبق الحلويات في الجزارة ب5 يورو فيها 5 قطع من القلاش، فقلت كده كده هنجيب باكت القلاش ب2 يورو ونص، استخدمت نصف الباكت يعني يورو وربع يورو 25 عشان تزن. وعندي هنا كمان كنافة مسكتها، حمرت كده في الطاسة بتاعتنا كده بمعلقة سمنة، ومسكت كده نص اللفة، وزي ما شفت كده قصيت النص التاني وشلتها في الفريزر، يعني تقدر نستخدمها بعد كده حلو أو حادق. اللهم بارك كده، يعني يعني حاجة حلوة بتفكير بسيط كده، بدل ما نشتري حاجة تكون غالية، وحاجة مضمونة في البيت وتكون حلوة. هنا بقى جنى مش بتحب أي حشوات، فحطت لها كده قلاش سادة. بعد كده بقى بننزل على الوش كده بزبدة على سمنة على زيت، موجود معانا زبدة على سمنة على زيت، بنحط بقى في الرف اللي التاني من تحت، وبتكون النار والعة من تحت فقط لا غير لحد لما تستوي. أما هنا حطيت مج مية، وكمان مج من السكر، ذرة ليمون، وكمان باكت فانيلي. هنا بقى اللحمة بتاعتنا شلت بقى كل حاجة من عليها كده، ورق الزبدة وكمان السلوفان عشان تاخد اللون. هنا بقى بوريكم ان القلاش خلاص اللهم بارك استوي من فوق ومن تحت، واللون كان زي ما انتم شايفين كده موحد. اهم حاجة في الشربات يكون بارد عشان تاخدي القلاشة بتاعتك حلوة. لو عايزاها مقرمشة خالص الاتنين يكونوا باردين، لو عايزاها تكون طرية خلي القلاش سخن، وكمان الشربات يكون بارد. هنا بقى الرز بتاعنا كان استوي خلاص كده، وكمان القلاش كده زي ما انتم شايفين، واللحمة كده اللهم بارك يا سيدي اديله قد بقى. هنا بقى محمد من عشاق الحلويات، يعني كان عايز ياكل من القلاش. خلاص بقى احنا كده الشكل حلو، نشوف بقى القوام او السوا بتاعه مظبوط ولا لا. الرز زي ما انتم شايفين كده مستوي و10/10. نيجي بقى على الستيك، والله العظيم طعمه حكاية، والخضار بقى مستوي من غير أي نسبة مية، فدايب دوب وطعمه حلو، اللهم بارك. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، أسيبكم في رعاية الله، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة من طريقة عمل ستيك بطريقة مشوية بطريقة مختلفة 180 درجة.